تعد كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في الشرق الأوسط، ولكن عندما يتعلق الأمر بممارسة النساء لكرة القدم تتباين مواقف الدول ما بين مؤيد وداعم لممارسة النساء لهذه الرياضة وبين رافض لهذه الرياضة. لطالما تعرضت كرة القدم النسائية للتهميش في منطقة الشرق الأوسط العاشقة لكرة القدم، والتي تستضيف كأس العالم للمرة الأولى في قطر. وتواجه كرة القدم النسائية تحديات بسبب غياب التمويل والمواقف المحافظة التي تزعم أن الفتيات لسن مؤهلات لممارسة هذه الرياضة، أو أن الزي الرسمي مثل السراويل القصيرة فاضح للغاية. الفتيات عندما يصبح العمر 17 سنة تنقطع على النادي بسبب إنه البنت كبرت أو اتجوزت، وما فيش داعم كداعم رياضة نسوية في قطاع غزة إنها تدعم الفتيات إنهم يصبحوا يلعبوا في خارج وداخل قطاع غزة، إنه فيش داعم إلهم إنه يصيروا مثلهم مثل الفتيات العالم الثانية. أنا طموحي مستحيل يتحقق، إن كل لاعبة هي شيء مستحيل في مجتمعنا، يعني ليه؟ بسبب عاداته وتقاليده، ولأنه أنا حلمي إن أنا ألعب في منتخبات كبيرة، مش إنه ألعب هنا في نادي مثلا زي نادي هيك صغير. حلمي ألعب في منتخبات كثير بس شيء مستحيل. غالبا ترتدي الفتيات السراويل الطويلة والقمصان طويلة الأكمام بدلا من السراويل القصيرة، وغالبا ما يتوقفن عن اللعب ليتزوجن. وكان الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، والتي تملك أحد أنجح المنتخبات الوطنية النسائية في المنطقة، وشبكة من الفتيات والشابات والبطولات المدرسية. نحن كفتيات نواجه صعوبات بسبب الطريقة التي يفكر بها الناس بأن لعبة كرة القدم هي لعبة للذكور فقط، أو يحاسبوننا على لبس سراويل قصيرة، ولكنني أعتقد أنه بمرور الوقت سيصبح الوضع أفضل، فهناك أيضا دعم كبير كي تنتشر هذه الرياضة أكثر وأكثر بمرور الوقت. نحن نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا أن نلعب بشكل جيد، لكن في الوقت ذاته لا نحصل على ما نستحقه، لا نحصل على راتب كاف. نأتي ونغادر لنعمل ثم نعود إلى تدريباتنا، نخوض المباريات، نسافر، لكننا لا نحصل على الكثير في مقابل ذلك. بصراحة في معارضة، يعني ما أقول لك إنه ما صار، لا صار في معارضات، بس بالنهاية هذول يعني مستقبلهم، وأنا شايف إنه في لهم مستقبل في الموضوع هذا. ما حدا يعني أنا والدهم أكيد، يعني أي حدا بيحب إنه يكون أولاده متميزين. يقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الدعم المالي للأندية لتشكيل فرق نسائية، ما دفع حتى بعض الأندية المحافظة للانضمام إلى هذه المبادرة، لكن لا يزال التمويل هو المشكلة الأكبر.